لقاء برضو مع احد المتسابقين في مسابقة البرجر، الشيف بهجة يوسف. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا ميسة، عامله ايه؟ عايزين نعرف اشتركتي في كم مسابقة؟ اشتركت في كام مسابقه؟ في حوالي 5 أو 6. ايه اهم المسابقات بالنسبة لك؟ كافكس، كاترينج، فاتن عبد الله، المندي، واخرهم المهرجان بتاع النهارده. طيب عايزين نعرف لما بتيجي تحضري الطبق بتاعك بتبقى فيه خوف كده ان يا ترى انا هكسب مش هكسب؟ ده انا ببقى مرعوبه. ببقى مرعوبه وما بنامش وبسهر وبتدرب مره واثنين وثلاثه، ولا التست دوت ناقصه حاجه، لا ده ناقص هنا مثلا شويه ملح، لا ده التست هنا لسه عايز يعلى شويه. يعني نصيحتك بقى لاي ست بيت داخله مسابقه ان هي ما ينفعش ان تيجي تقول انا هعمل طبق جديد فتيجي تجرب في المسابقه؟ لا ما ينفعش اقوم الصبح انا خلاص انا داخله مسابقه، خلاص انا عملت الطبق بتاعي. لا ما ينفعش طبعا. لازم نجهز الاول ونكرر التجربه ليه علشان نقدر ان احنا نحقق اعلى درجه فيه. عايزه اقول لك ان احنا بنتدرب كتير جدا، يعني عشان مثلا يطلع كواليتي عالي كده بنجرب مره واثنين وثلاثه ونصور واحنا بندرب. يعني وانا بتدرب كده بقعد اصور نفسي وانا بتدرب انا عشان تعرفي اخطاء. لا ولو طبخ حي ببقى ماسكه الستوب ووتش، يلا يعني انا مثلا الوقت بتاعي ساعه، لا انا ساعه الا ربع لازم اكون مخلصه كده، لازم كده. طبعا بقى في وجود الاطفال بتبقى صعبه شويه بس اهو بتعدي. ايه اللي بيشجع ست البيت ان هي تكمل في الكاترينج؟ اللي يكمل في الكاترينج الموهبه والرزق وحبها للشغل. هي لو حبت اللي هي بتعمله هتبدع فيه. طب تقولي ايه لست البيت اللي شايفه نفسها ان انا علشان اكمل في الشغل بتاعي انا شايفه في ناس بتحبطني فانا هوقف شغل؟ لا طبعا مش معاها. ليه؟ يعني اسمح لحد يحبطني ليه؟ وقف ليه؟ عشان مين؟ انا ببني نفسي ولا ببني الناس؟ انا ببني نفسي، فطالما ببني نفسي ما يهمنيش كلام الناس. طب عايزين نعرف رايك النهارده في التنظيم لمهرجان الفاست فود. لا ما شاء الله المهرجان كويس وجميل والتنظيم ما شاء الله عليه، يعني على اعلى مستوى ما شاء الله عليهم، مدحت ونوره وصفاء، لا بصراحه الله اكبر عليهم يعني ما شاء الله. طيب متوقعه تكوني مركز ايه؟ لا لسه مش عارفه والله، وانا مرعوبه بس يعني اهو الحمد لله الى حد ما انا شايفه ان الاراء حلوه الحمد لله. يعني مش هتقولي لنا كده ان انت متوقعه عشان نقول مبروك بعدها؟ هو ان شاء الله يعني والله كله بيتمنى المركز الاول، بس يعني اهو في اطباق برضو حلوه وفي اطباق جميله، فالله المستعان. نتمنى لك التوفيق شيف بهجة، موفقة وان شاء الله مركز اول. قولي لنا يا بهجة ايه شعورك دلوقتي بعد ما حصلتي على المركز الاول في البرجر؟ طايره من الفرحه الحمد لله، اللهم لك الحمد. مبسوطه وارتحت الحمد لله وخلاص بقى التعب راح. بالتوفيق دايما، بالتوفيق يا حبيبتي، باي باي. مساء الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. حضرتك فزت بمركز ايه؟ المركز الثالث. الثالث في ايه؟ حلو ولا حاجه؟ برجر؟ حضرتك ايه رايك في المهرجان النهارده؟ لا تمام طبعا، احنا بندعم الشيف صلاح سالم واخته وصديقه، والمهرجان النهارده بصراحه المهرجان الاول من نوعه في الفاست فود، وعملت مسابقه جميله جدا، وعملت التحكيم كان عادل جدا وكان ممتاز جدا، وكان يوم جميل، واهم حاجه ان احنا شفنا اصحابنا اللي ما بنشوفهمش. يعني كلمه من حضرتك للجنه التنظيم. لجنه التنظيم كانت بصراحه شالوا هيدك، شالوا ضغط فظيع جدا، وكان في ستريس جامد جدا عليهم. بصراحه كان احسن اداء وكان احسن سنكرونايزيشن كان عندهم، يعني بصراحه عملوا مجهود جامد جدا. بشكر حضرتك جدا وموفق دائما، شكرا، مع الف سلامه. المهرجان كان لنا بعض اللقاءات مع الفائزين بمراكز. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عرفينا بنفسك. الشيف سلمى السيد الاباصيري. فزتي بالمركز الكام او فزتي بايه؟ انا فزت بتجمعكم مع حضراتكم وربنا يخليكم، وانا فرحانه ان انا مع حضراتكم ودعم طبعا الشيف صفاء والاستاذه ماجي حسن، والشكر والتقدير لوالدي ووالدتي والدعم ليهم والتحفيز ليهم، ربنا يخليهم لي يا رب ويخلي حضرتك. طيب قولي لنا انت كنتي مشتركه بايه؟ ببرجر. برجر؟ اخدتي اصغر متسابقه في مهرجان الفاست فود، كنتي متوقعه ان انت هتفوزي؟ بصراحه لا. احساسك بايه دلوقتي؟ فرحه جدا ومبسوطه توجهي الشكر لمين؟ الشكر لوالدي ووالدتي وللشيف صفاء. نتمنى لك التوفيق وموفقه، ويا رب دايما كده في مراكز
بشكرك جدا، شكرا. لقاء برضو مع احد المكرمين من مهرجانات اخرى. كانت الشيف صفاء اعلنت ان هي هتكرم كل الفائزين بمراكز في عام 2022 في اي مهرجان في المطبخ. فالنهارده معانا الشيف دعاء محمود. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. عايزاكي تكلمينا عن رايك في المهرجان النهارده. لا ما شاء الله جميل قوي، وهي تستاهل كل خير، وهي باين عليها حد طيب قوي قوي قوي. ربنا يا رب يكرمها ان شاء الله. ايه رايك في التنظيم؟ لا ما شاء الله جميل برضه، ما شاء الله عليه. وجهي كلمه للفريق العمل النهارده للمهرجان على مجهودهم. لا هم كلهم بصراحه شايفين مجهودهم حلو قوي، وهو المهرجان جميل قوي قوي يعني ما شاء الله، حاجه حلوه. ايه الافاده اللي بتعود عليكي لما بتشاركي في مهرجان؟ الايه؟ الافاده اللي بتعود عليكي لما بتشاركي في مهرجان، ايه بتستفيدي ايه؟ بستفاد حاجات كتير، في حاجات ممكن ما اكونش عارفاها بس بستفادها يعني، بشوفها بركز فيها. بعد كده اما بقعد مع نفسي بشوف ايه اللي انا فهمته من مثلا من الحاجه اللي انا رحتها او كده. كم مهرجان اشتركتي فيه؟ 3. حققتي مراكز في ال3؟ الحمد لله، خدت مرتين مركز اول ومره مركز رابع. كان ايه احساسك لما خدتي مركز اول؟ في المندي طبعا كنت خايفه قوي وفضلت اعيط، وقبل ما يندهوا الاسم يعني فكنت خايفه، بس الحمد لله ربنا كرمني وخدت المركز الاول. كانت حاجه جميله طبعا، كانت جميله قوي. انا مش هاممني الهديه، مش هاممني اي حاجه، بس فرق معاكي ان انت تبقي مركز اول. بنشكرك جدا ونورتينا ونتمنى لك التوفيق دايما. شكرا ليكي. لسه مكملين وناخد اراء المتسابقين. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نتعرف بيكي. انا رباب محمد من بسيون غربيه. كنتي مشتركه في مسابقه الحلو ولا حاجه؟ في الحلو. كنتي في الحلو. طب كلمينا عن المسابقه بتاعت النهارده. انت مشاركه بايه؟ كبات الكافيهات. انا مشاركه بكب الرافاييلو. فيه كبات، فيه حلو، فيه مفتوح، وفيه الكب اللي هو المحدد اللي هو الرافاييلو. انا حبيت ان انا اشارك بالكب اللي هو المقفول مع انه هو الاكثر صعوبه عشان لازم يوصلوا لاعلى حاجه فيه، اعلى تيست فيه، واعلى ما بيبقاش كده. لازم نجرب مره واثنين وثلاثه وندوق، ما نتفاجئش او ما نعملش ما نطبقش الحاجه ديت ونقولها اللي احنا هنطبقها وخلاص يعني. لازم. انت كنتي اول مسابقه تشتركي فيها؟ اول مسابقه اشترك فيها. طب كان احساسك ايه وانت بتجربي الطبق بتاعك؟ طبعا هو في توتر وقلق ان هو، بس يعني الحمد لله احنا بنجرب. لازم بجرب حاجات كتير عشان اوصل لاعلى تيست واعلى حاجه، ان هي ترضي الجميع وترضي الناس، وان هي حاجه ان هي اكون انا راضيه عنها قبل ما يكون حد راضي عنها. ايه رايك في المهرجان النهارده؟ لا بجد المهرجان جميل، وبشكر الشيف صافي ولجنه التنظيم ولجنه التحكيم. بصراحه مهرجان جميل وناجح ان شاء الله بالتوفيق. بشكرك جدا ونتمنى لك التوفيق، ونتمنى لك ان شاء الله تحققي مركز. بشكرك جدا، نورتينا.